في مكان واحد اتمنى البشر فيه الموت. ده مش فيلم رعب، ده حقيقة معسكر أوشفيتز الجحيم اللي اتبنى بإيد الإنسان. في مكان واحد اتقتل فيه أكتر من 1,100,000 إنسان. ده مش في حرب، لكن باسم التطهير. اللي كان بيحصل داخل معسكر أوشفيتز وإزاي العالم كله كان ساكت. السلام عليكم. لو بتشوفني اول مره فانا مصطفى بقدم محتوى عن القصص. لو مهتم بالمحتوى ده انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس، واتمنى منك انك تشوف الفيديو للنهايه عشان برضه هنتكلم عن ايه اللي بيحصل من اول لما السجين بيدخل المعسكر ده، ايه اللي بيقابله كده يعني، وهنتكلم برضه عن حياه السجين داخل المعسكر. فبسم الله فلنبدا. قبل ما ندخل عن الجرائم اللي كانت بتحصل داخل معسكر أوشفيتز، تعال دلوقتي نتكلم عن امتى اتبنى وازاي وفين. اتبنى معسكر أوشفيتز في مايو عام 1940 تحديدا في دولة بولندا. وبالمناسبة بولندا كانت محتلة من ألمانيا، واتبنى تحت إشراف هيملر وهو المسؤول عن قوات الأمن الخاصة النازية. وكان المعسكر ده في البداية مخصص للمعارضين السياسيين البولنديين واللي كانوا معارضين النظام النازي، واللي تم القبض عليهم في الأراضي البولندية المحتلة. ولكن مع مرور الوقت أصبح معسكر إبادة جماعية. معسكر أوشفيتز الأول هو المعسكر الأساسي أو الرئيسي، وكان فيه معسكرين فرعيين. تعال نبدأ بالمعسكر الأول وهو أوشفيتز الأول، وبين قوسين المعسكر الإداري والسياسي. كان يستخدم في البداية لاعتقال المعتقلين السياسيين، ولكن مع مرور الوقت أصبح مركز للمعاملة القاسية ويوجد به غرف للتعذيب. المعسكر الثاني وهو أوشفيتز الثاني بين قوسين معسكر الإبادة. في عام 1942 بدأ النظام النازي تحويله إلى معسكر إبادة جماعي، وكان مخصص بشكل رئيسي لقتل اليهود، وكان بيحتوي على غرف غاز. المعسكر ده يقدر يضم حوالي 100,000 سجين في وقت واحد، وكان بيضم أيضا غرف الغاز زي ما قلنا، وكان بيتم إفراز غاز هو الزيليكون وهو غاز سام، وبعد قتل السجناء يتم حرقهم. المعسكر الثالث وهو المصانع النازية أو أوشفيتز الثالث، حيث كان يتم إجبار السجناء على العمل في هذه المصانع بدون أي أجر أو بدون أي رحمة، وكانوا بيعملوا في ظروف مناخية قاسية. بكلمكم عن بولندا، دولة في أوروبا. تعالوا دلوقتي نتكلم عن الحياة داخل معسكر أوشفيتز. أول لما بيوصل السجناء للمعسكر، وبالمناسبة كانوا بيوصلوا يوميا بآلاف. لما يوصل السجناء لمعسكر أوشفيتز يتم تقسيمهم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى الصالحين للعمل، دول اللي هيعملوا في المصانع النازية. المجموعة التانية الغير صالحين للعمل زي المرضى، كبار السن أو غيرهم. دول بقى بيتم وضعهم في غرف الغاز ويتم إفراز غاز الزيليكون، وبعد ما يموتوا بيتم حرقهم في المحارق الضخمة. أما المجموعة الأولى وهم السجناء الصالحين للعمل بيعملوا في المصانع النازية وبيعملوا تحت ظروف قاسية حتى الموت. معسكر أوشفيتز قتل داخله أكتر من 1,100,000 إنسان، متخيل؟ وطبعا مش عايز أفكركم إن أي حد بس يفكر إنه يهرب كان مصيره هيكون إيه. ولكن برضه كان في بعض الحالات النادرة قدروا يهربوا من المعسكر ده، وكان أشهرهم فيكتور فرانكل، واللي كتب كتاب اسمه الإنسان يبحث عن معنى، بيحكي قصته داخل معسكر أوشفيتز. وبرضه ملحوظة كده، كان أكتر الأساليب اللي يتمناها أي شخص داخل معسكر أوشفيتز إنه يموت بيها وهو الرمي بالرصاص، وكان يعتبر الأكثرهم رحمة. وفي 27 يناير 1945 تقدم الجيش السوفيتي ضد النازيين، وقدروا إن هم يحرروا معسكر أوشفيتز، ولقوا السجناء في حالة صحية كارثية. وبس كده انتهت قصتنا النهارده. اتمنى ان القصه عجبتكم. في النهايه ما تنساش تضغط لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويستنى الفيديو الجاي. والسلام.